رونالدو ينتقم شر انتقام من المدرب تين هاغ ويجعله أضحوكة العالم. إن كنت تعتقد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نسي ما فعله به مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ فأنت مخطئ بدون أدنى شك، فالأسطورة البرتغالية لا يقبل الهزيمة أبدا، وهذه جملة حقيقية وتثبتها الأيام، لأن اللاعب البرتغالي جهز خطة للانتقام كفيلة بجعل المدرب الهولندي أضحوكة العالم. وستتعرفون في هذا المقطع عما فعله الدون مع مدربه السابق لكي ينتقم منه شر انتقام. لقد تدخل بنفسه لكي يقطع الطريق عليه وتصرف بشكل صادم حتى يحافظ على كبريائه بعدما طرده تين هاغ من مانشستر يونايتد وتعامل معه بشكل سيء، ولكن الآن كريستيانو وجد الفرصة أمامه للثأر ولم يجعلها تمر دون القيام بأكثر شيء لم يكن متوقعا، لأنه تصرف قد يراه الكثيرون غير أخلاقي، ولكنه الوسيلة الوحيدة التي كانت أمام صاروخ ماديرا لاستعادة كرامته مرة أخرى. ورد الصفعة أقوى لمدرب الشياطين الحمر. والآن ستعرفون ما نشرته الصحافة عما يجهزه نجم نادي النصر لمدربه السابق تين هاغ وجمهور نادي مانشستر يونايتد، وتفاصيل تلك الخطة الماكرة التي استعان فيها كريستيانو بوكيل أعماله ونفوذه الذي بناه على مدى سنوات لكي يجعل مدربه السابق يبكي من الحسرة على ما سيحدث له. القصة هنا تتعلق بالقوة الشرائية الكبيرة التي يمتلكها كريستيانو حالياً مع نادي النصر الذي يعتبر واحداً من أغنى أندية كرة القدم في العالم. ونظراً لأن رونالدو كلمته مسموعة لدى إدارة العالمي، فقد أعطى إشارة لكي تبدأ المفاوضات مع أهم لاعب في مانشستر يونايتد وتشكيلة تين هاغ، وهو مواطنه برونو فرنانديز، واستغلال لحظة تفكيره الحالية في مغادرة ملعب أولد ترافورد، والتي أعلن عنها أفضل صانع أهداف في البريمير ليج منذ عام 2020 في مقابلة تلفزيونية مصورة. ورغم خروج تين هاغ ليعلن صراحة أن برونو فرنانديز غير قابل للمساس وسيبقى معه في الموسم المقبل، إلا أن كريستيانو رونالدو وفق آخر التسريبات التي نشرتها صحيفة صن البريطانية تدخل وتحدث مع برونو فرنانديز لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي ومزاملته في صفوف النصر، وأبلغه أن تلك الفرصة ستكون مثالية بالنسبة له ماديا ورياضيا، كون الدوري السعودي سوف يستقطب أشهر وأقوى نجوم أوروبا، ونادي مانشستر يونايتد لم يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ولم يمنحه سوى لقب هامشي وحيد طوال 4 سنوات. أما الضربة الثانية فسوف تتعلق بالمدافع الفرنسي رافائيل فاران الزميل السابق لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد، واللاعب المتوقع انتقاله مجانا للدوري السعودي هذا الصيف. والوجهة الأقرب من وجهة نظر وسائل الإعلام سوف تكون نادي النصر، وبذلك يكون كريستيانو قد حرم تين هاغ من لاعبين هم من أهم لاعبي فريقه، وتركه في موقف لا يحسد عليه يعاين الإضرار ويكافح من أجل البقاء لموسم آخر في وظيفته.